السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وردت عبارة: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ على لسان الصحابية أم معاوية هند بنت عتبة رضي الله عنها يوم بيعة النساء. فبعد فتح مكة ودخول جميع أهلها في الإسلام تمت بيعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء، أو ما سميت ببيعة النساء. وكانت هند بنت عتبة ممن حضرن هذه البيعة، فجاءت وهي متنقبة متنكرة لا يعرفها عليه الصلاة والسلام، تريد أن تبايع كما يبايع الناس. وكانت بيعة النساء على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه عليه الصلاة والسلام في معروف. فبدأت النساء تبايع، وقال صلى الله عليه وسلم لهن: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. فقالت هند وهي منتقبة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من الرجال، أي أن هناك تفصيلات كثيرة للنساء، والرجال قد بايعوا بيعة واحدة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى اعتراضها، وأكمل عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تسرقن. فوقفت هند وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم انتبه عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه التي تتكلم هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم، هند بنت عتبة، فاعف عما سلف، عفى الله عنك. فهل سيعفو عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لقد عفى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام كعادته وطبيعته، يعفو ويصفح، فلم يعلق بكلمة واحدة على كل ذكرياته المحزنة، بل تنازل عن كل الحقوق وقبل إسلامها ببساطة، وأكمل البيعة مع النساء وكأنه لم يتأثر أبدا. ثم وصل عليه الصلاة والسلام بنود البيعة فقال: ولا تزنين. فقالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ وهذا فيه استنكار واستغراب وتعجب من هند بنت عتبة بأن المرأة الحرة مستحيل أن تزني، فكيف تزني وهي حرة قوية مختارة وتعرف أن الزنا فاحشة ومنكر وحرام؟ وهذا فيه دلالة على رفض قريش في جاهليتها موضوع الزنا من المرأة الحرة، وكانوا يفعلون الزنا مع الإماء وأسيرات الحرب والعبيد. فلم يتوقف عليه الصلاة والسلام، بل أكمل: ولا تقتلن أولادكن. فقالت هند: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، هل تركت لنا ولدا إلا قتلته يوم بدر؟ أنت قتلت آباءهم يوم بدر، توصين الآن بأولادهم؟ فلم ينفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها: ولماذا قاتلناهم في بدر؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا، وأخذ الموضوع بشكل من البساطة، وقدر موقف هند بنت عتبة رضي الله عنها ومدى صعوبة الإسلام عليها. ثم واصل عليه الصلاة والسلام بنود البيعة فقال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم بنود البيعة فقال: ولا تعصينني في معروف. فقالت هند: والله ما جلسنا هنا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف. يا آباء ويا أمهات، ربوا بناتكم على الحشمة والخجل والوقار والأخلاق الحسنة، أخلاق أمهاتنا أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخلاق جداتنا وآبائنا وأمهاتنا، وعلموهن ستر أنفسهن بحجاب المسلمات، حجاب الروح والجسد واللسان. فحجاب الجسد هو لباس المحجبات، وحجاب اللسان هو عدم التقول بسوء الكلام، وحجاب العين هو غض البصر، وحجاب الأذن هو الكف عن سماع الأذى من المحرمات، وحجاب الروح
وأن نملأ أرواحنا بذكر الله سبحانه وتعالى من تسبيح وحمد وتهليل وتكبير وقراءة قرآن.